في 2008 جالي فرصة شغل في قناة فضائية مهتمة بالاستشارات النفسية والاستشارات الاجتماعية والفتوى الفقهية. ان انا في الاعداد العلمي ومراجعة محتوى البرامج ومراجعة الحلقات بعد ما تطلع في القناة خليجية. ففوجئت بعالم تاني ما كانش احنا في مصر فيه اهتمام قوي بجوانب الاستشارات النفسية والاجتماعية. ده لسه حصل مؤخرا كان ممكن التلفزيون المصري مثلا يبقى فيه حاجات قليلة كده عن كده، لكن ما كانش يعني المجتمع الموازي، الثقافة الموازية سواء كانت ثقافة إسلامية ولا غير إسلامية مهتمة بالموضوع ده. ما كانش الجوانب النفسية والاجتماعية ما كانتش لسه ترند. لكن هما في السعودية كانت القناة السعودية في 2008 مهتمين، وكان بقى فيه مثلا دكتور طارق الحبيب، دكتور صالح الصنيع، ده من الناس المهتمة قوي بالتأصيل الإسلامي لعلم النفس. كان في دكتور اسمه ميسرة طاهر، مش عارف، دكتور عبد الله السبيعي، أسماء ممكن دلوقتي بعض الناس يعرفها أو ما يعرفهاش، كانوا بيطلعوا على القناة دي. وأنا وظيفتي إن أنا أراجع السكريبت بتاع الإعداد، أتفرج على الحلقة بعد ما تطلع. كان في برضو الدكتور عبد الكريم بكار، ربنا يمسيه بالخير، برضو في الجوانب الفكرية والجوانب. فأنا عمال أتفرج على العالم ده مش موجود في مصر، والعالم ده الجوانب النفس ونفس القناة بتعمل فتوى فقهية، يعني بتعمل عندها برنامج كده اسمه فتوى. فالفقه جنب النفس جنب الاجتماع جنب المشكلات الأسرية. وانا شغلتي اتفرج على الحلقات وارجع سكريبتات البرامج.